ومن وفقه الله لفهم هذه الآية والعمل بها فهو على خلق عظيم. والآية تتكون من جمل ثلاث، كل جملة قاعدة في باب التعامل. الأولى خذ العفو، يعني لا تنتظر أن من تلقاهم من الناس وتتعامل معهم من قريب أو بعيد لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق، حتى لو عاملتهم بأحسن معاملة وأطيب معاملة وأزكى معاملة لا تنتظر أن يكونوا على مستوى واحد في الأخلاق، لأن الناس طبائع وأجناس ومعادن، وشأنهم مثل الأرض التي تمشي عليها، منها أرض سهلة ومنها أرض صعبة حزن شديدة، لكن الإنسان يكيف نفسه. أحيانا يا أخوان في أمر مهم جدا، بعض الذين تعاملهم قد يكون سبحان الله وأنت ما تدري، قد يكون معه بعض الأمراض، السكر، ضغط الدم، يكون في الداخل أصلا في مشكلة. أحيانا يعني من تعامله قد يكون مستواه جيد في الخلق، لكن في وقت ما يكون في مشكلة مع نفسه، معاناة، فلا يحسن بسبب المشكلة التي مع التعامل. خذ العفو، دائما عود نفسك أنك تأخذ يعني ما سمحت به طبائع الناس، وفي كل موقف تؤدي الواجب عليك. وكثير من الناس يعامل بالندية، ندا والخصومة مباشرة، إن غضب يغضب، هو غضب لأسباب عنده هو تخصه، ما علاقتك أنت أنك تقابل غضبه بغضب، هو عنده مشكلة مثل ما قلت، قد يكون مرض، قد يكون مثلا مشكلة في نفسية أو شيء من هذا، أنت مالك علاقة، غضب هو يغضب، أنت ابقى على لينك وعلى طيبك وعلى هدوءك حتى تساعده أيضا أن يتخطى المشكلة التي هو فيها. قاعدة ثانية فيما يصل إلى الناس منك كيف يكون، خذ وأمر بالعرف ضبط للسان في التعامل مع الناس، أن يكون القول الذي يصل إليهم منك قولا معروفا، كلاما سديدا، قولا طيبا نافعا حسنا مفيدا. القاعدة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، قال رحمه الله ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من